عارف ايه المشترك اللي ما بينك وبين الموبايل اللي في ايدك ده؟ الاتنين شاشتهم مكسوره، والاتنين البطاريه بتاعتهم 1%، والاتنين محتاجين يتعمل لهم ريستارت دلوقتي. فاقفل الموبايل بقى وخش نام. استنى بس، رايح فين؟ اتفرج على الفيديو الاول، ما جاتش على ده يعني، وبعدين ابقى نام عشان وشك ما يبقاش شبه الزومبي من كتر السهر، او تقعد تدور على المفاتيح وهي في ايدك مثلا. وتسيبك بقى من فيديوهات الساعه 4 الفجر بتاعت الجدار الجليدي دي اللي بتخلي مخك سايح زي المهلبيه. تفتكر يا صديقي احنا بننام ليه؟ وليه اصلا لازم ننام؟ طب لو ما نمناش هيحصل حاجه؟ وليه جسمك بيحتاجه زي ما بنحتاج الاكل مثلا؟ وايه اللي بيحصل في جسمك وانت نايم؟ طب صحصح معايا بقى، عشان في الفيديو ده هنعرف كل حاجه عن النوم واهميته بالظبط بالنسبه للجسم. العلماء يا صديقي بيقولوا ان النوم ده مش تضييع وقت او رفاهيه زي ما مديرك في الشغل فاهم. فبعد ما تخلص الفيديو روح وريهوله وقول له شفت انا مبقاش مركز ليه؟ عشان بتخليني اجي بدري، سيبنا انام. وخليني اقول لك يا صديقي ان موضوع النوم ده طلع اكبر بكتير من انك بتفصل عشان تروح الشغل تاني يوم فايق. ده صيانه شامله للجسم. لو دخلت على جوجل دلوقتي وكتبت ايه هو تعريف النوم، هيقول لك النوم يا صديقي هو حاله طبيعيه من الاسترخاء العضلي عند الكائنات الحيه وانخفاض الاستجابه للمحفزات الخارجيه. يعني يا صديقي لما تخش السرير كده وتريح وتبدا تدريجيا تفصل شحن. وكمان بيقل اثناء النوم الحركات الاراديه، يعني ما بنبقاش عارفين ايه اللي بيحصل حوالينا. النوم حاله بيقل فيها نشاط المخ الخارجي بس بيزيد فيها جدا الشغل الداخلي. وما نقدرش نقول ان النوم هو فقدان للوعي مثلا، بل تغيير في حاله الوعي. وعلى حسب كلام علماء الاعصاب ان في 3 حالات للوعي، وهي اليقظه والنوم البطيء والنوم السريع. النوم يا صديقي بيلعب دور مهم جدا في صحه الانسان، تقريبا بنفس اهميه الاكل والشرب والتنفس. وكمان ليه دور اساسي في اعاده تنظيم نشاط الدماغ والمهام الحيويه بعد يوم طويل مليان بالاحداث، شغل بقى ومشاكل وزحمه مواصلات. اخيرا بقى بتروح عشان تنام. طب ده بيحصل ازاي؟ النوم يا صديقي ما بيجيش خبطه واحده كده، الا واحد صاحبي بينام فجاه كده، بنبقى متفقين ان احنا ننزل كلنا القهوه فهو بيختفي ما بنعرفش راح فين، ونتصل بيه بقى مهما نتصل وهو مفيش. هو بيبقى بيتمشى في البيت كده ففجاه بيقع، فبيسيبوه مكانه عشان هو في وضع الغيبوبه دلوقتي، والموبايل يعمل نفسه سايلنت لوحده. وفين وفين بقى تاني يوم انت كنت فين يا ابني؟ يقول لك معلش اصل نمت غصب عني. المهم يا صديقي ان النوم ما بيجيش خبطه واحده كده زي ما صاحبنا ده بيحور علينا. ده مراحل زي مستويات اللعبه كده، المستوى الاول بيبقى سهل وبعد كده تدخل في الاعمق وهكذا. وخليني اقول لك يا صديقي ان في نوعين من النوم بيحصلوا في الجسم عموما، من 3 ل5 دورات في الليله الواحده. اول نوع وهو نوم بطيء الموجه، او ما يعرف بحركه العين غير السريعه. وفي النوع الاول ده يا صديقي انت بتبقى سهل تصحى لو حاجه عملت صوت جنبك مثلا، او زي ما بنقول بتبقى لسه ما روحتش في النوم قوي. والنوع الثاني وهو نوم سريع الموجة، او ما يعرف بحركة العين السريعة، او النوم المتناقض، لان دماغك بتكون نشيطة بس عضلات الجسم بتكون في حالة ارتخاء كامل. والفترة دي من النوم يا صديقي اللي بيحصل فيها معظم الاحلام. وزي ما قلنا جسمك في الوقت ده بيبقى مشلول تماما، مفيش حركة نهائي. تخيل كده لو بنمشي واحنا نايمين او بنتحرك مثلا، فتقوم مدي اللي جنبك بالرجل على اساس ان انت بتباصي لصاحبك في الحجز مثلا. في سنة 2013 علماء من جامعة روتشستر اكتشفوا حاجة مهمة جدا، وهي الجهاز الليمفاوي للمخ، او ما يعرف بالجلايمفاتيك سيستم. الجهاز ده بقى شغال بس وانت نايم. طب ده بيعمل ايه، او ايه الاكتشاف المهم في كده، وايه وظيفته؟ وظيفته يا صديقي هي تنظيف السموم ومسح الفضلات اللي حصلت معاك طول النهار. مخك طول اليوم عمال يخزن حاجات، فلما تيجي تنام بقى تبدا عمليه الفلتره. يعني وانت نايم مخك بيتغسل وبيتنضف حرفيا، يعني زيه زي وظيفه الجهاز الليمفاوي في باقي الجسم. النوم بيصلح الجسم يا صديقي، والخلايا بتتجدد والجروح بتخف اسرع وانت نايم. عشان كده يا صديقي لو حد تعبان تلاقيه بينام وقت اطول من الطبيعي. دكتور ماثيو ووكر، وده استاذ علم الاعصاب بجامعه كاليفورنيا ومؤلف كتاب واي وي سليب، الراجل ده كان بيقول ان النوم اقل من 6 ساعات بتضعف المناعه لنسبه تصل ل 70%. يعني قله النوم يا صديقي بتخليك فاتح جسمك للبرد والفيروسات. اتفضل. وبيقول كمان ان قله النوم هي اسرع طريق لتدمير مش بس الصحه الجسديه لا والعقليه كمان، وان فرص التعرض لامراض زي السرطان والزهايمر والسكر مثلا بتبقى بشكل اكبر. وخليني اقول لك ان قله النوم بترفع ضغط الدم وتزود ضربات القلب وكمان تلخبط السكر. في دراسه اتعملت في جامعه هارفارد، الدراسه دي بتقول ان الناس اللي بتنام اقل من 5 ساعات بيبقى عندهم خطر الاصابه بامراض زي القلب اعلى بنسبه تصل ل 45% من الناس التانية اللي بتنام عدد ساعات كافي ووقت اطول. العلماء جربوا يمنعوا الناس عن النوم، والنتائج كانت بتقول ان في هرمون اسمه هرمون جليرين، وده المسؤول عن احساسنا بالجوع، واللي اتكلمنا عليه قبل كده في الحلقه بتاعه الصيام، تقدر تبقى تشوفها بعد ما الفيديو ده يخلص. الهرمون ده بقى لما ما
بتنامش بيعمل عليك حفله ويقعد يجوعك على الفاضي. عشان كده وانت سهران لحد الساعه 4 الفجر تلاقي نفسك بتقوم تفتح التلاجة تدور على اي حاجه تاكلها. وقله النوم برضه يا صديقي بتعرض الانسان للسمنه عشان بتخلي الجسم يقاوم الانسولين ويخزن دهون. عشان كده نلاقي واحد زي ارسطو بيقول ان النوم هو راحه للنفس والجسد وان من غيره يختل التوازن. طب وايه اللي بيحصل كمان لو ما نمناش؟ في الوقت اللي انت سهران فيه لحد الصبح ده، في الوقت ده مخك بيبقى واقف وراك وماسك مكنسه وبيقول لك يا ابني ارحمني بقى ونام، خلينا اشوف شغل، انت بهدلتني معاك طول اليوم، خلينا الحق اظبط الدنيا بقى قبل ما انسى. واول ما تنام يبدا يظبط كل حاجه ويرتبها عشان ما تبقاش سايحه على بعض كده. عشان كده يا صديقي فكره انك تطبق ليله الامتحان عشان تذاكر دي فكره غلط جدا، لان المعلومات اللي انت خزنتها مخك ملحقش ولا ينظمها ولا يرتبها ولا يعمل فيها اي حاجه. ده غير كمان لما ما تبقاش نايم كويس بتبقى متوتر ومقريف وجسمك مش متظبط، تذاكر طول الليل وما تنامش فتدخل الامتحان تكتب اسمك غلط. لما بتنام يا صديقي المخ بياخد المعلومات اللي انت ذاكرتها ينقلها من الذاكره المؤقته للذاكره الدائمه. يعني باختصار انت لو ما نمتش قبل الامتحان انت بتمسح اللي انت ذاكرته، ما كانش فيه وقت مخك يخزن فيه، فتقعد تسال مخك في الامتحان فين يا عم اللي احنا ذاكرناه، مش احنا ذاكرنا برضه وهو ما فيه. وخليني اقول لك ان من خلال دراسه اتعملت على بعض الطلاب خلوا شويه يذاكروا اقل ويناموا كويس وشويه تانيين يذاكروا اكتر بس يطبقوا، والنتائج يا صديقي كانت مفاجاه جدا. لقوا ان الناس اللي ناموا كويس وذاكروا اقل ادائهم كان افضل من التانيين اللي ذاكروا اكتر وطبقوا. بس ده مش معناه انك ما تذاكرش خالص وتقضيها نوم، لا تذاكر كويس، بس مهم جدا انك تنام عشان مخك يلحق يظبط لك الحاجات اللي انت ذاكرتها وتقدر تفتكرها في الامتحان بسهوله. تبقى قاعد كده في الامتحان وتفتكر اجابه سؤال انت نفسك ما كنتش متخيل ان السؤال ده لو جه انت هتفتكر اجابته. وده ياخدنا يا صديقي لعالم مهم جدا ويعتبر من اهم علماء القرن العشرين واللي بسببه عرفنا حاجات كتير، وهو ألبرت اينشتاين. اينشتاين يا صديقي كان بيحب النوم جدا وكان بينام اكتر من 10 ساعات، وكان بيقول ان النوم ده غذاء العبقريه. برغم ان الانسان بيقضي 3/4 حياته نايم الا ان في ناس كتير ما تعرفش كتير عن النوم، وان الناس معتقده ان النوم هو حاله من الخمول في وظائف الجسم الجسديه والعقليه اللي الجسم بيحتاجها عشان يجدد نشاطه، الا ان التجارب العلميه اثبتت عكس كده، واثبتت ان بيحصل للجسم اثناء النوم العديد من الانشطه المعقده على مستوى المخ والجسم بصفه عامه. لا وكمان لقوا ان في بعض الوظائف بتكون انشط اثناء النوم زي هرمون النمو مثلا. عشان كده يا صديقي تلاقي الاطفال اللي لسه مولودين بيناموا كتير جدا. وهنا يا صديقي خلينا اعرفك على باحث فرنسي اسمه ميشيل جوفي. الراجل ده كان بيقول ان النوم هو وقت تعزيز البرمجه الجينيه للسلوك البشري، وبيقول كمان ان النوم بيحصل لمعظم الكائنات الحيه زي الطيور والاسماك والزواحف والحشرات وكل ده، بس طبعا بنسب مختلفه. تخيل دبانه تبقى مقريفه وتقعد تزن على ودانك عشان ما نامتش كويس. وفي كائنات تانية بتنام بنص جسمها والنص التاني صاحي، زي الاغنيه بتاعت نص بيضحك والتاني زعلان، دي بقى نص نايم والتاني شغال. وخليني اقول لك انه على مر العصور النوم كان واخد اهتمام كبير من الناس. نلاقي واحد زي ارسطو وابن سينا وشكسبير مثلا كانوا مفتونين بالنوم وتاثيره على صحتنا وسلوكنا وعواطفنا. في 2009 دراسه عملت من باحثين في مجال النوم في معهد والتر ريد للابحاث العسكريه. الباحثين كانوا بيدوروا على طريقه يساعدوا بيها الجنود على تحسين يقظتهم قبل ما يعملوا المهام المطلوبه منهم. عملوا دراسه على 24 فرد لمده اسبوعين وقسموهم مجموعتين. اول مجموعه خلوهم يناموا 7 ساعات وهو المعدل الطبيعي للنوم، والمجموعه الثانيه تنام 10 ساعات، يعني خلوهم يخزنوا 3 ساعات زياده عن المجموعه الاولى. والاسبوع الثاني خلوا المجموعتين يناموا 3 ساعات بس. خليني اقول لك يا صديقي ان النتائج كانت مبهره جدا. لقوا المجموعه اللي خزنت 3 ساعات زياده قدرتهم على التركيز واليقظه كانت اكبر بشكل ملحوظ من المجموعه الثانيه في وقت حرمانهم من النوم اللي هو الاسبوع الثاني من الدراسه. طب نفهم من كده ايه؟ ملخص الدراسه يا صديقي ان الباحثين اللي عملوا التجربه دول بيقولوا ان الانسان ينفع يخزن عدد ساعات نوم هتنفعه في الاوقات اللي هيكون فيها النوم اقل، يعني كانك شايل قرشين كده على جنب للظروف، حصل حاجه فبتميل عليهم تاخد منهم. وكمان لقوا ان الرياضيين اللي بيحافظوا على عدد ساعات نوم زياده لاسابيع متتاليه ما بيتعبوش بسرعه وقدرتهم على التركيز والجري بيبقى بشكل افضل. طب دلوقتي احنا عرفنا ان النوم مهم والحاجات دي، ليه بقى ساعات بنبقى هموت وننام بس مش عارفين؟ وهنا بقى صديقي نيجي لفقره الفرهده اللي ملهاش لازمه اللي هي الارق. بتبقى ميت من التعب طول النهار واول ما جسمك يشوف السرير فجاه مخك بيقرر يفتح ملفات من 2005. طب ايه هو يا صديقي الارق علميا؟ العلماء بيقولوا ان الارق او ما يعرف بالانسومنيا مش بس انك مش عارف تنام، ده حاله من الاستثاره المفرطه. يعني يا صديقي جهازك العصبي بيبقى فاكر ان انت داخل حرب فعمال يطلع لك ادرينالين وانت كل اللي عايز تعمله انك تنام عشان عندك شغل بكره. طب ليه الارق ده ممكن يحصل اصلا؟
الحقيقه ان الارق ليه اسباب كتير، ومنها متلازمه الحوارات المتاخره. ليه بفتكر ردي على حد في موقف معين من 3 سنين مثلا، وتقعد تحلل الموقف وتقول المفروض ان انا كنت ارد كده. العلماء بيقولوا ان دي حاجه اسمها قلق الوعي الذاتي. تاني حاجه صديقي الموبايل. العلم بيقول ان الضوء اللي طالع من الشاشه ده بيضحك على غده في مخك قد كده اسمها الغده الصنوبريه، والغده دي هي المسؤوله عن افراز هرمون الميلاتونين اللي هو هرمون النوم، وتنظيم الساعه البيولوجيه اللي بتساعد جسمك انه يميز بين الليل والنهار. فمخك يقول لها ده لسه النهار طالع، ما تطلعيش ميلاتونين دلوقتي، فمخك يصدق ويفضل مصحصحك وانت عايش عمال تقلب في الفيديوهات. تالت حاجه الكافيين. تشرب لك شاي او قهوه قبل ما تنام ومخك يصحصح وانت تبقى هتموت وتنام مش عارف. رابع حاجه التفكير الزايد او الاوفر ثينكينج. ده بقى البعبع الرسمي بتاع نص الليل، راديو النكد اللي ما بيفصلش. خلاص قررت ان انت تدخل تنام، فمخك يفتح بارتيشن الذكريات المهببه وتقعد تحلل في المواقف وتدخل في حاجات ملهاش اخر لحد الصبح بقى. في النهايه صديقي النوم مهم جدا لجسمك عشان ما ياثرش عليك على المدى البعيد ويجيلك زهايمر مثلا او تتعرض لمرض من الامراض اللي قلناها. وتحاول على قد ما تقدر انك تبعد عن الحاجات اللي ممكن تسبب لك ارق وما تعرفش تنام، عشان تبقى مركز ومصحصح كده وتثبت مواعيد نومك. جسمك يا صديقي بيحب الروتين اكتر من موظف الحكومه. وتقول لي رايك وتعمل لايك وسبسكرايب والحاجات دي يعني، وتخش تنام بقى. سلام.